ክትፈልጦ ኣለካ ምክንያቱ አንጻርናቱ حديث 31 زهد منانة أبي العباس سعد ابن سهل الساعدي رضي الله عنه كمزي إلهم هذا سبأي نب نبي محمد صلى الله عليه وسلم مزأمه وأنتم لأخنا الله بزعب حدا عينة سرح مهأ نزي سرح سريحي الله زفتونن كم أون سب زفتونن اندو حبرو نبالكم زاهيدكن بلوني علاماوي أيتهون الله فتوكايو فزهل نايكال سب زونن وطريت أيتت أمت سبات فتوخايم ابن ماجان كالوتن كم زمزقبوه ترجم ناي زهد مالت مناني ويدما علاماوي زي مخان مالت سنفنا ملمان وي سريحكا زي مبلع مالت زي كونس بيتي زلكا طريت يخون جنزب كيت أمامنكا نب الله تري متأممان مقبارن ጥሪትን ሃብትን ናይ ሰብ ከይጠመትካ ገንዘብካ አላህ ብዝደልዮ መገዲ ጥራይ ምውፋርን ዘጠቃልል እዩ كفوا أحد والمتمثل كذلك في قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالمسلم يعمل جاهدا في حياته أن يحقق هذا المقصد العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بالكمال والعظمة والكبرياء وأن يكون هو الملجأ الذي يلجأ إليه وأن يقر له بالتصرف في هذا الكون. كل ذلك تترتب عليه بطبيعة الحال أعمال، يعني هذه التصورات العقائدية عن الذات الإلهية تترتب عليها أعمال. هذه الأعمال قد تكون شعائرية وقد تكون أعمال قلبية وقد تكون أعمال مالية، على كل تأخذ عدة أشكال وهي ما نسميه نحن بموضوع العبادات، ما يسمى بالعبادات. فالتوحيد ينعكس بطبيعة الحال في سلوك الإنسان في الحياة العملية، ينعكس في تصوراته وينعكس في أعماله وممارساته، سواء كانت هذه الأعمال أعمال ذات طابع تعبدي شعائري كالصلاة والصوم والزكاة والحج، أو كانت أعمال ذات طابع معاملاتي كما هو الحياة العامة بدءا من الزواج والنكاح والطلاق والمعاملات المالية وإلى قضايا الحكم في الدولة والسياسة. نقيض هذا الموضوع، نقيض توحيد الله سبحانه وتعالى، هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إذا كان التوحيد يقوم على إفراد الله عز وجل بالكمال والعظمة وإفراده جل جلاله بصفات الكمال وتنزيهه تبارك وتعالى عن صفات النقص، فإن الإشراك بالله نقيض ذلك. الإشراك بالله نقيض ذلك. وقبل أن ندخل في تعريف الإشراك دعني أقول بأن أعظم ما عصي الله به تبارك وتعالى هو أن يشرك به. لذلك الله عز وجل في المحرمات عندما يتكلم عن المحرمات ويتكلم عن الكبائر ستلاحظ أن الشرك يحتل المرتبة الأكبر، فيقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لئن أشركت لا يحبطن عملك فإن يشرك بها هؤلاء إلى غير ذلك من الآيات التي تبين بأن موضوع الشرك هو من أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تشرك بالله تبارك وتعالى. عندما يتكلم عن أعظم الكبائر يقول الإشراك بالله.
فهنا نلاحظ أن أعظم ما نتكلم عنه في المعاصي والذنوب هو هذا الذنب العظيم، وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. ويكفي جرما ويعني كبيرة أن يكون من الأشياء التي لا يغفرها الله إذا الإنسان مات عليها. إذا مات الإنسان على الإشراك بالله تبارك وتعالى فإن ذلك بإخبار الله لنا أنه لا يغفره في الآخرة. إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكنه لا يغفر الشرك بالله تبارك وتعالى. الله لا يغفر أن يشرك به، بينما في الآية الثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا نلاحظ الجمع بين الآيتين دليل على أن ما استثني من قضية مغفرة الذنوب كلها وجميعها هو أن الذي يشرك بالله لا تناله رحمة الله تبارك وتعالى، ولا تناله المغفرة، ولا يناله التكفير، وبالتالي هذا ذنب عظيم لا بد من البداية أن نقول بأن الإنسان عليه أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم. يبقى بعد ذلك ما هي حقيقته؟ يعني إذا كان بهذا الشكل يعني الجرم وكونه ذنب عظيم، لكن يبقى السؤال ما هي حقيقة الإشراك بالله؟ أن كثير من الناس أحيانا يعني تجده إما أنه يتصور الشرك على غير ما هو عليه، أو أنه يختزل مفهوم الشرك في أطر معينة ومفاهيم معينة قد تكون مرتبطة ببيئته. وطبعا نحن نقول النص القرآني عندما يعبر عن مصطلح فإنه بطبيعة الحال بأن هذا المصطلح القرآني يسع كل الأشكال التي تقع تحت هذا المسمى، سواء كانت أشكال بدائية تقع في منطقتنا العربية كما هو حال كثير من التصرفات الشركية التي نراها في واقعنا المعاصر، أو كانت أشياء أخرى أو أشكال أخرى من الشرك بالله تقع في مناطق ذات طابع متطور جدا فيما نراه نحن من عوامل المادة والتقدم الحضاري والمدني، ولكن هنالك أنماط هائلة جدا من الشرك. وبالتالي هنا دعنا أنا أقول ونحن نريد أن نتحدث عن الإشراك بالله يجب أن نتصور هذا البعد، نتصور بأن مفهوم الإشراك بالله هو يسع كافة الأشكال التي تناقض التوحيد، كل الأشكال التي تناقض التوحيد، سواء كانت في صورتها البدائية كمن يدور مثلا حول القبر ويطوف به ويستغيث بالصالحين وكذا، أو في صورته التي ربما يعتنقها الفلاسفة، وهذه سآتي إليها. يعني هنالك ما يمكن أن نسميه شرك الفلاسفة كما كان أرسطو وغيرهم من وقعوا في أبواب الشرك، وكما هو شرك الفراعنة وشرك الصينيين وشرك الهنود وشرك الفرس. هنالك أنماط من الشرك ربما كثير من الناس وهم يتكلمون عن الإشراك بالله تبارك وتعالى ربما لا يتصورونها بشكل صحيح. فالشرك حقيقته هو مسألة التسوية والتماثل والعدل والشبيه، بمعنى أن تجعل لله تبارك وتعالى ندا وشبيها ومماثلا، أو أن يكون هنالك لله بعض منه، أو أن الله تبارك وتعالى يعني ليس وحده في هذا الكون من حيث الخالقية إلى غير ذلك. فإذا نحن أصل الشرك في تعريفنا له هو التسوية والتماثل. جميل. طيب على علم على علم الناس بهذا ودرايتهم به أي عظم الذنب، لو جئنا بسؤال متى وقع أول شرك في الناس، ما إجابته؟ دعني أقول قبل أن ندخل إلى موضوع متى وقع الشرك، لأنه هذه مسألة على كل لها علاقة كذلك بدراسة تاريخ الأديان بشكل عام، لكن دعني أفصل أكثر فيما يتعلق بجوهر الشرك بالله حتى نستطيع فعلا أن ندرك بدايته وكيف تطور. أنا ذكرت في الحلقة الماضية موضوع توحيد الذات، ذكرت توحيد الذات. نعم. أي أن الله سبحانه وتعالى يعني من أقسام التوحيد الأساسية التي ينبغي أن تدرس موضوع توحيد الذات المتمثل في قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فنفي البنوة عن الإله، نفي الصاحب عن الإله، نفي المعين لله تبارك وتعالى، نفي الشريك في الخلق لله تبارك وتعالى، هذه كلها قضايا لها علاقة بالتوحيد، لها علاقة بالتوحيد. إذن هنالك قضايا في موضوع الذات يقع فيها كثير من الناس في الإشراك بالله تبارك وتعالى. فمثلا من تصور أن لله ابنا أو بنتا، أو تصور أن الله تبارك وتعالى ليس وحده في هذا الكون كخالق، إنما هنالك مع الله آلهة أخرى، وهذه طبعا الآلهة الأخرى التي يتصورها في شرك التصورات يتصورها بعض الناس، مثل من يتصور بأن هنالك إله الخير وإله الشر، نعم. إله الشمس وإله البحر، إله الموت وإله الحياة. هذا النمط من أنماط التصور في تصور الذات الإلهية. كل ذلك بالنسبة لنا في التوحيد منفي، ولكن في الشرك موجود. لو لاحظت هذا الشرك الآن مثلا نجده في البلدان مثل الصين والهند والفرس قديما والفراعنة، كان هذه التصورات موجودة.
أيضا كمن يتصور بأن هذه البعضية اللي هي قضية أن هنالك ابن لله كما تصوره مثلا النصارى، أو أن الإله متشكل من ثلاثية الأب والابن والروح القدس، هذا تشريك بطبيعة الحال، لأن ستبنى عليه بعد ذلك تصورات وممارسات معينة. سنلاحظ بأن ما نعرفه الآن من أنماط الشرك التي يتحدث عنها الناس مبنية في أساسها على هذا التصور، مبنية في أساسها على وجود تصور عن الذات الإلهية. فمن يتصور بأن الله بهذا النمط الثلاثي، فإنه عندما يوجه التعبد بعد ذلك سيوجهه بهذا التشريك، فسيعبد الابن وسيعبد الأب وسيعبد الروح القدس. إذا توزعت عملية التوحيد إلى هذا النوع الثلاثي. ومن تصور بأن هنالك إله للخير وإله للشر، سيكون في ممارساته سيوجه نمط من أنماط العبادات لإله الخير ونمط من أنماط العبادات لإله الشر. ومن تصور بأن الكون في عالمه العلوي يحكمه إله وفي عوالمه السفلية يحكمه إله، أيضا هذا ستكون طريقة التعامل في التعبديات أيضا مختلفة وهكذا. يعني ما أريد أن أصل إليه بأن أهم نمط من أنماط الإشراك بالله تبارك وتعالى النمط الذي يكون فيه شرك التصورات، هذا إذا جاز التعبير أن نسميه بشرك التصورات في ذات الإله. هل هو ظاهر ومنتشر؟ بالملايين طبعا، بشكل كبير لا زال منتشر. فمثلا عندك الآن من يتصورون بأن والله نحو الإله الحق، وتصوروا بأن الطبيعة هي الفاعل الأساسي في الكون. نعم. اعتبروا أن هذول يسمون الفلاسفة الطبيعيين، هؤلاء تصوروا بأن الطبيعة تفعل أفاعيلها في هذا وهي من تبدأ الخلق. ومثلا في تعريف كثير من مثلا يقول لك والله الله تبارك وتعالى، من يعترفون ما يسمون بالربوبيين يعترفون أن الله موجود وهو الرب وهو الأعلى وهو الأكبر، ولكن معه في الأقدمية هنالك أيضا هنالك ذوات ومخلوقات صاحبت وجود الإله. نعم. فيجعلون الطبيعة مثلا، فيقول لك والله المادة مثلا لا تفنى ولا توجد من العدم، إذا يعني هي مصاحبة لوجود الله، فلم يجعل الله هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن، إذا وقعوا في الشرك. فعلى كل حتى لا نطيل بالمستمع، ما نريد أن نقوله ابتداء المشكلة الرئيسية فيما سنتكلم عنه من شرك العبادة الذي تسأل عنه، نعم. أساسه شرك التصورات الذي هو ظاهر ومنتشر. فمثلا العرب، حتى نقترب أكثر في موضوع العبادات، نعم، لأنه سنتكلم في شرك التعبد. هذا التصور عن الذات الإلهية نشأ عنه شرك في موضوع الربوبية. الربوبية هنا أفصلها أنا عن موضوع الذات، لأن القرآن الكريم واللغة العربية موضوع الرب هو عبارة عن الملك والسيادة، الملكية والسيادة. فقد يكون الشخص خالق ولكنه ليس مالكا لما خلق. مثلا أنت صنعت هذه الكوباية ثم تركت ملكيتها وسيادتها لشخص آخر. جميل. مثلا فهنا فرق كبير بين الذات الإلهية وكون هذه الذات متصفة بالخالقية، وهذا نمط من أنماط التوحيد أيضا، لأن هنالك من يشرك بالله في هذا الجانب، فهنالك من يتصورون كما ذكرت إله خالق الخير وخالق الشر، خالق الظلام وخالق النور، خالق العوالم العلوية، خالق العوامل السفلية. فهنالك على كل إشكالية في الخلق. هنالك أيضا إشكالية في التصرف والملك. فمن الناس من يتصور بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ويقرون بهذا الجانب، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون، لكن يقولون بأن الله بعد أن خلق هذا الخلق ترك التصرف فيه للآخرين، ترك السيادة فيه وترك فوقعنا في شرك آخر وهو شرك التصرف. إذا نحن عندنا الشرك في التصورات في الذات الإلهية، والشرك كذلك في موضوع التصرف والملك، والشرك في موضوع الخالقية هذه، ثم يأتي بعد ذلك الشرك في موضوع الحاكمية والتشريع لله تبارك وتعالى. هذه 4 أشياء الآن كلها لها علاقة بموضوع الإشراك بالله تبارك وتعالى. طيب نأتي إلى السؤال، متى بدأ هذه الأنماط من الشرك؟ طبعا متى وقعت الشرك؟ نعم. نحن ندرك من الناحية التاريخية من خلال أيضا وقوفنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن البشرية عندما نزل آدم عليه السلام وحواء أبونا آدم وأمنا حواء نزلوا إلى الأرض، الله تبارك وتعالى يعني تعهدهم مباشرة بالعناية الإلهية والهدايات السماوية
وأخبرهم بأنهم إن تمسكوا بهذه الهدايات فسيكونون على خير، وإن خرجوا عن الهدايات القرآنية فإنهم سيعيشون شقاء ونكدا. على كل، البشرية عاشت فترة من الزمان بعد آدم عليه السلام وهي على التوحيد، وهي التي قال الله تبارك وتعالى فيها: كان الناس أمة واحدة. نعم. كلها على التوحيد. ثم مع مرور الزمن، مع مرور الوقت وطول العهد، وهذه الإشكالية، إشكالية الإنسان، ظاهرة النسيان فيه. وحتى آدم عليه السلام كانت هذه مشكلة بالنسبة له، يعني مشكلة النسيان كانت المشكلة الأولى عند آدم، ترتبت عليها المعصية، يعني فنسي آدم عليه السلام، نسي. أمته كذلك نسيت، أبناؤه من بعده نسوا هذا الذكر ونسوا التوحيد ونسوا التصورات الصحيحة عن الإله، فدخلوا على كل في إشكالات كبيرة جدا فيما يتعلق بالتصور عن الإله أو عن التصور عن الآلهة. فنشأت إشكالية التبعيض، إشكالية التبعيض أو إشكالية الاتحاد أو إشكالية الحلول أو إشكالية الوساطة. يعني مثلا لما يحكي القرآن الكريم عن قوم نوح باعتبارهم المجموعة الأولى من البشرية التي وقع فيها الشرك بالله تبارك وتعالى، ستلاحظ بأن الله تبارك وتعالى ذكر لنا 5 من الأسماء عبر عنها بالآلهة. نعم. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طيب، هل هؤلاء كانت مشكلتهم كما ورد في بعض الآثار عن ابن عباس مثلا، أوردها عدد من المفسرين، أنهم والله كانوا عباد صالحين وكذا، وبدأت الناس بعد ذلك تحاول أن تضع لهم تماثيل وأصنام حتى يتذكرونهم، أم أن التصورات ذهبت أبعد من ذلك في هؤلاء، إن والله هؤلاء أنفسهم آلهة؟ لأن الآية تنص على أن قوم نوح كانوا يتصورونهم إيه؟ آلهة. نعم. كانوا يتصورونهم آلهة. طيب، الآلهة غالبا تأتي في إشكاليات التي ذكرتها في التصورات، بمعنى هذا الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى ويراد أن يتقرب له ابتداء، شكلت عنه تصور بأنه فيه صفة من الألوهية. صفة من الألوهية غالبا البنوة، فالبنوة هي بعض الأبوية، يعني الأب فرع ابنه، فرع الأبوة. نعم. أيوه، ويأخذ من خصائصه. الآن لو نظرنا إلى مشكلة النصارى، هي هذه الإشكالية، يعني تصوروا أن الابن فرع الأب فيحمل من خصائصه، داخل ضمن نطاق شركة، داخل ضمن نقاط التقديس ونقاط القدرة، لكنهم ستلاحظ عند التصور سيقولون بأن الأب أعلى من الابن. ما في إشكال. فكون جعلوا هذا النوع من التشريك، على كل هذا النوع من التشريك أدى إلى بداية. فعلى كل، سواء كان هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة نوح عبدوهم وسموهم آلهة، بمعنى فيهم من خصائص الألوهية. خصائص الألوهية من خلق وتدبير وإحياء وإماتة ونفع وضر وغير ذلك، فهم على كل وصلوا فيهم إلى هذا المستوى، إلى أن يسمونهم إيه؟ آلهة، بغض النظر كانوا صالحين ولا غير، منهم تصور. أو يمكن أن نقول أن الإنسان بطبعه يميل كما يقولون يعني من التجريد إلى التشخيص. غالبا النفس البشرية هكذا تريد أن ترى شيئا أمامها. نعم. حتى لو تصورت في إله، لكن تحاول أن تجعل صنم مشخص معبرا عن إيه؟ عن هذا الإله. نعم. أو تجعل وثن من الأوثان، أو تتصور بأن والله هذا الوثن يشخص من خلاله الوصول إلى الله. نعم. وهكذا تحتاج إلى شيء محسوس. أيوه. فبدأت على كل البشرية في الشرك بالله تبارك وتعالى مع قوم نوح. يعني القرآن لما يذكر لنا كل هذه القصص لا يتصور عقلا ولا شرعا بأن هنالك ظاهرة إشراك بالله قبل هذا الحدث، لأن القرآن يعطينا على كل نقطة البداية. نعم. كما أعطانا نقطة البداية في البشرية وهو مع آدم وحواء، وكيف أنهم عبروا عن التوحيد وعبروا عن الاستخلاف في الأرض بشكل صحيح. مرت عليهم فترة من الزمان، على كل تقول الأحاديث بأنها 1000 عام مثلا، ثم جاء قوم نوح. هؤلاء كان على كل ظهرت فيه موضوع التعلق بالآلهة غير الله تبارك وتعالى، سواء كانوا في شكل وسائط، سواء كانوا في شكل أنهم يعتبروهم جزء من الإله وفيهم الصفة الإلهية، لأنه عبروا عنهم ولا تذرون آلهتكم، فهم عبروا عنهم بالآلهة. فكانت هذه على كل نقطة البداية البشرية في يعني نقول باختصار شديد أن نقطة البداية في الشرك في البشرية كانت من قوم نوح. نعم. طيب، لو توغلنا قليلا في الشرك التصوري بحكم أنه منتشر بين الناس، هل يعد شرك أكبر أو شرك أصغر؟
ذكرناه؟ هو كل أنواع الشرك التي سنتكلم عنها من شرك عبادات وشرك تصورات وشرك حتى في قضية ما يندرج الآن من شرك أصغر وغيره من شرك العبادات، لأنه الآن معظم الناس الذين الآن بالذات يتكلمون عن التوحيد يركزون في شرك التعبد، وغالبا ما يغفلون عن الشرك التصوري اللي هو التصور عن الذات الإلهية وما يتفرع عنها، وهي أصل المشكلات البشرية. يعني مشكلة البشرية ككل هو شعورهم بأن هنالك آلهة بالتبعيض، أو آلهة بالتشريك والشبه، أو آلهة بتعدد، أو بفكرة الأقانيم، ما يسمونها الآن بالأقانيم اللي هو مجموعة الآلهة المتعددة. على كل هذا كله أنماط في البشرية كلها موجودة. وكما قلت بأن المفهوم القرآني يتناولهم جميعا. فالإشراك مثلا، إيش كان السؤال؟ أنا الشرك التصوري هل يعد شرك أكبر؟ طبعا هو أكبر أنواع الشرك. نعم. تتفرع عنه بقية الأشياء. يعني الذي يتصور تصورا خاطئا للذات الإلهية تنبع عنها كل أنماط الشرك. فمثلا الذي يتصور أن هذا الكون هنالك من يتصرف فيه سوى الله، أو له القدرة أن يخرج عن حكم الله، أو أنه ينازع الله في ملكه، أو أن هنالك مشاغبين ومتمردين من الجن وغيرهم ينازعون الله في ملكه، أو أن قضاء الله وقدره ليس نافذا في الناس، هنالك من، أو أن هنالك من الأولياء والصالحين والعباد والرسل من يشكلون أقطابا وأبدالا وأقواثا يشكلون معاونة لله تبارك وتعالى في ملكه. كل من يتصور هذا التصور لك أن تسحب بعد ذلك ما يكون بعد. يعني مثلا لا يلجأ الناس إلى الأولياء إلا وقد تصوروا تصورات نحوه، ولا يلجؤون إلى الجن إلا وقد تصوروا تصورات نحوهم مرتبطة بالألوهية. لاحظ أنت، مرتبطة بالألوهية، إما أنهم تصوروا بأن والله فيهم صفة الإله. مثلا ذكرت أنا قضية البنوة، والملائكة بنات الله. فكانوا مثلا العرب آلهتهم، لاحظ الآن، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أسماء بتاعت إناث. ليش صارت أسماء أنثوية؟ لأنها كانت عندهم مرتبطة بالملائكة. نعم. وكانت الملائكة عندهم بنات الله. لاحظ هذا التصور. إذن صاروا بنات الله وفيهم الصفة الإلهية، وكذلك الجن أو ما يتولد عن علاقة التزاوج بين الإله والجن، فيتولد عنها كذلك نمط معين من أنماط الآلهة. هذا النوع من التصورات يولد بعد ذلك الشرك الآخر الذي يتفرع عن الشرك الأكبر، وهو شرك التصورات. ممتاز. للحديث بقية شيخنا الفاضل. مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا،
فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير. نرحب مجددا بالدكتور حسن. أهلا وسهلا بك دكتور حسن. أهلا وسهلا. قبل الاستكمال في الحديث نأخذ اتصال، نقول ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، اسمك الكريم؟ معاكم بلال محمد سيد إبراهيم. أهلا وسهلا أخ بلال، تفضل بسؤالك أخ بلال. سؤالي يقول: ما شروط المسح على الخفين؟ ما شروط المسح على الخفين؟ شاكر لك أخ بلال، وتسمع الإجابة في نهاية الحلقة بإذن الله. طيب استكمالا لما كنا نتكلم عنه دكتور حسن، عودا على بدء، تكلمت عن الشرك التصوري والذي هو ناتج مشاكل عقدية أو ركائز أساسية يبنى عليها، وهو منتشر بشكل كامل أو بشكل كثير عند النصارى أو الفراعنة أو غيرهم. لكن السؤال هنا: هل من الممكن أن يقع فيه مسلم موحد، أن يقع في الشرك التصوري؟ الإجابة عندكم. طيب، على كل بالنسبة للصعب طبعا أن يكون هنالك مسلم موحد ويقع في هذا النوع من الشرك، لأنه يفترض أصلا أن يكون الشخص يطلق عليه اسم المسلم واسم المؤمن إذا استطاع أن ينطبق فيه الاعتقاد والتصور الصحيح، ثم لازم ذلك الالتزام بنتائج هذا التصور. نعم. يعني مثلا المسلم
الذي يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شهد لله تبارك وتعالى وأقر بصفات الكمال والتوحيد المطلق وأنه صمد، وأن تصوره لهذا الإله ليس في صورة تعدد قانيم أب وابن وروح قدس وغيرها، ولم يجعل له شريك لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ابن ولا من صاحبة، هذه كلها من الشركاء. فالمؤمن الذي يطلق عليه مؤمن مسلم موحد انتفت عنه هذه المسألة كاملا. طيب ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه أحيانا قد يخلط الإنسان ما بين شيء من الإيمان والإقرار الصحيح مع كثير من الشرك في التصورات، وهذا حاصل. يعني الله تبارك وتعالى لما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أثبت الله تبارك وتعالى لهؤلاء أو لبعض الخلق أنهم يؤمنون بالله. وهذا الإيمان بالله مثلا ذكرت أنا في بداية الحلقة ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. نعم. قل من ينجيكم في البر والبحر يقولون الله. من الذي يرزقكم يقولون الله. من الذي ينبت كذا يقولون الله. فهم يقرون بجملة من التصورات الصحيحة، يقرون جملة من التصور. لكن لما يأتوا أيضا هل والله أنتم هذه القضايا التي تم الإقرار بها تفردون الله بها أم أنكم تجعلون لله فيها أيضا شركاء؟ فمثلا الله تبارك وتعالى يقول وجعلوا لله شركاء وخلقهم شركاء الجن، قال وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. نعم. خرقوا له بنين وبنات، وهو ذكر بأنه هذه ستأتي الشراكة من هنا، خرقوا له بنين وبنات. قال بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لاحظ هذا التصور الذي يذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية، قضية أن الناس يدعون لله البنوة والصاحبة والنسبة إلى الجن، ثم يلبسون هذا الأمر بصفة الألوهية. جميل. ثم تبدأ بعد ذلك تصرفاتهم مع هذا التعدد في أنه والله يرغبون فيهم، يجعلونهم وسطاء مع إقرارهم أحيانا بالتفاوت. لماذا؟ لأنهم أقروا لله بالإله المطلق الرب المطلق، لكنهم خرقوا له بنين وبنات. نعم. وجعلوا البنين والبنات فيهم صفة الألوهية. وبالتالي لاحظ الآن هنالك من يؤمن بالله في الخالقية ولكنه يشرك بالله في كمال الصفات. لماذا؟ لأنه نسب لله تبارك وتعالى ما لا يليق به. فشركه هنا وهو شرك الغالبية العظمى من البشر، هو أنهم تصوروا بأن هذا الإله ليس متفردا ولكنه متعدد. هذا التعدد أدى بهم إلى هذا النوع من الشرك، سواء بنسبة البنوة أو بنسبة التعدد في الآلهة أو بنسبة التعدد في الخلق أو بنسبة أن هؤلاء وسطاء. يعني بعضهم مثلا يقول لك والله هذا الابن الإله ليس له صفة الإله التامة في الأمر والتدبير والخلق وكذا، ولكن له حق الوساطة. كما أن الأب يتمنى أن يكون ما يقدمه الابن إليه مقبولا، فنحن نتقرب إلى الله بهؤلاء الوسطاء. فعلى كل يقع الناس في الشرك بهذا الباب، الناس في الشرك بهذا الباب. للأسف الشديد يمكن أن نقول بأن كثير من المسلمين وخاصة ممن انتسب إلى المتكلمة والمتفلسفة من أهل الإسلام ستلاحظ تأثروا كثيرا بالأفكار الفلسفية التي تذهب إلى هذا المنحى. فجاءت فكرة الأبدال وجاءت فكرة الأقطاب وجاءت فكرة الغوث، فجعلوا مثلا هؤلاء يقول لك والله أوكل الله تبارك وتعالى إليهم تدبير الكون، وكأنما الله تخلى بعد ذلك عن ملكه وعن تصرفه في الملك وأحاله إلى هؤلاء. والله عز وجل يقول قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. لاحظ هذه الآية العظيمة في آخر آية في سورة الإسراء نفت تماما كل أشكال الشرك، فنفت عن الله تبارك وتعالى الولد. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وسيترتب على وجود الولد منظومة عقائدية ضخمة جدا لا نتصورها سهلة. فنسبة الولد ليس مفهوما تصوريا بحتا، ولكن مفهوم تصوري ستبنى عليه مفاهيم سلوكية. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك والتصرف والتدبير، ولم يكن له ولي من الذل. فكثير من أولياء الله ممن نقول أنهم أولياء لله ليس لأن الله بحاجة إلى هؤلاء الموالين ليناصرونه، فالله عز وجل لا يحتاج إلى مناصر له منه. فالله عز وجل هو القوي
هو الجبار، هو القهار، هو له مطلق التصرف في ملكه، والأولياء بالنسبة له هم الذين بحاجة إلى الله وليس الله بحاجة إليهم. فعلى كل هذه المسألة منظومة متكامل للأسف الشديد موجودة في كثير من أهل من البشرية بشكل عام، سواء كان انتسبوا إلى أديان محرفة كما هي الحالة اليهودية الذين قالوا عزير ابن الله، وترتبت على هذه المسألة كون عزير ابن الله ترتبت عليه منظومة مفاهيم. كذلك قال النصارى عيسى ابن الله. جاء كذلك الفلاسفة ليقولوا بأن والله عن طريق الانبعاث أو عن طريق الاندماج أو عن طريق ما يسمونه بالتفرع عن العقل الفعال، فهنالك عقول تتفرع ويكون لها تأثير أيضا في حال هذا الكون. مجموعة فلاسفة يؤمنون مثلا بهذا النوع. كذلك هنالك من ينسبون هذه الأمور أيضا إلى الجن وهكذا. فستلاحظ على كل من ضل من أهل الإسلام أو فارق التوحيد الذي أمر الله تبارك وتعالى به الناس وأنزل به الكتب وبينه في كتابه، من فارق ذلك وقع في هذا التوهان الكبير، وخصوصا شرك كثير من العرب أيضا كان من هذا النوع. وعدنا والعياذ بالله كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني قطاعات ربما من الناس يلحقون بالمشركين في تصوراتهم في عقائدهم في سلوكهم. فعلى كل موجود هذا النوع من الشرك في الكثير من الأمم. طيب على صعيد آخر لو تكلمنا في نفس الموضوع لأناس يطلبون الشفاعة من أولياء الله سبحانه، لا يطلبونها من أبناء الله كما يفعل البعض، لكنهم يطلبونها عن طريق أولياء. هل هؤلاء داخلين ضمن الشرك التصوري وما الحكم فيهم؟ على كل الشفاعة عموما التي كانت في الجاهلية مرتبطة بالتصور. نعم. يعني كان مرتبطة بالتصور، إما تصور في عالم الجن أو تصور في عالم الملائكة أو غير ذلك. على كل صفة التفرع من الإله بالنسبة لهم كانت موجودة. يعني مثلا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كان التصور فيها واضح أن هؤلاء إما بنات الله وإما على كل بالتصاهر مع الله، فالصفة الإلهية أو صفة الألوهية كانت موجودة، وبالتالي كانت الشفاعة متفرعة من هذا ما نعبدهم. لاحظ أنهم أقروا بأنهم كانوا يعبدونهم، مش يعني ليس وساطة بالمعنى الذي نقوله الآن. على كل ما يجري الآن من كثير من المسلمين في أنه والله يذهبون إلى الأولياء أو يذهبون إلى الصالحين أو كذا رجاء مثلا دعائهم ورجاء كذا، هذا على كل قد يدخل في أبواب البدع ولا يدخل في أبواب الشرك الأكبر، إلا إذا تصور أن الشخص والله يذهب إلى هذا الشخص ليكون هو بذاته يعتقد فيه ما ذكرناه عن الصفات الألوهية أو التفرع عن الصفات الألوهية، أو يتصور بأن هذا الميت سواء كان وليا أو كان غير ذلك يتصور أنه هو سيمنحه ويمنعه، يعطيه مثلا ما يريد أو يمنعه أو يصرف عنه سوءا ويجلب إليه نفعا. إن تصور هذا الأمر فهي تصور في حقيقته تصور ألوهي، يعني هذا لا يطلب إلا من الله. يعني قضية طلب الولاء، طلب الرحمة، طلب الخير، طلب الفضل، طلب المال، هذه كلها لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. لكن مثلا إذا كان مسلم يعتقد بأن فلان صالح أو فلان كذا، هذا نقول له الأصل أنك أطلب من الله تبارك وتعالى، لأن كمال التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نفي الوسائط. يعني يفترض أن والله الكل يتجه إلى الله تبارك وتعالى ويسأل الله عز وجل، ولا يدخل في نفسه شبهة الوسائط هذه التي أراد القرآن الكريم أن يخرجها من قلوب المؤمنين، ويتعامل مباشرة. حتى عندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، جاء سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. كل الأسئلة في القرآن الكريم يجيب الله تبارك وتعالى عنه بقوله قل يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الأهلة قل، إلا هذا السؤال وإذا سألك عبادي عني مباشرة قال فإني قريب، ما قال لهم فقل لهم إن الله قريب، كان يمكن لكن أراد الله في موطن السؤال عنه سبحانه وتعالى وموطن الدعاء واللجوء إلى الله تنتفي فكرة الوسائط. حتى في القرآن الكريم في الإجابة عن هذا الموضوع لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول لنا، بل الله مباشرة يجيبنا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. شاكرك دكتور حسن. الآن ننتقل إلى أسئلة المتابعين والمشاهدين. الأخ بلال يقول ما شروط المسح على الخفين؟ طيب، موضوع المسح على الخفين، أولا الخف المسح فيه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل اتفاق بين الأئمة الأربعة تحديدا. وهنا نفرق بين الخف والجورب، لأنه قد يكون الجورب حوله كلام كثير، لكن بالنسبة للخف أهم شرط فيه أنك تلبسه على طهارة،
وأن يكون الخف في نفسه يسمى خفا وهو من الجلد. نعم. لا يسمى خف إلا إذا كان من الجلد، وأن يكون سميكا، وأن يكون ملبوسا على طهارة. وكذلك من شروطه إن كان الشخص مسح عليه وهو على طهارة، مسح عليه في إقامة فيصلي به 5 صلوات يعني يوم وليلة. وإذا كان في سفر يجوز له أن يمسح عليه 3 أيام بلياليهن. جميل. أيضا عندنا سؤال آخر من الأخت ودي علي، تقول: ما حكم التوسل بالصالحين؟ نعم، التوسل على كل التوسل المشروع هو 3 أنواع. التوسل المشروع الذي يعني ثبت في الشريعة وأقر من علماء الإسلام، التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، كأن يقول الإنسان مثلا باسمك اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وكذا. النوع الثاني أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح، يعني شخص يأتي إلى شخص ويقول له ادعو الله تبارك وتعالى لما ليتلمسه مثلا في هذا الشخص من صلاح أو من غيره، فهذا أيضا من الأنواع الجاية. النوع الثالث أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح الذي بذله بينه وبين الله، ولا يعلم عن ذلك إلا الشخص نفسه والله تبارك وتعالى، فيقول اللهم إنك تعلم أن لي العمل الفلاني الذي تقربت به إليك، اللهم إني أتوسل إليك بعملي. وهذه كلها على كل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المبتدع فيه هو أن الإنسان لا يتوسل بدعاء، بل أحيانا ينادي، وأحيانا تقع في دائرة الاستغاثة المحرمة في أن تطلب ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. هذه على كل من، لكن التوسل بدعاء الرجل الصالح الذي يظن فيه الصلاح لا حرج فيه. نعم. أيضا سؤال آخر عبر الفيسبوك، سائل يسأل يقول: هل من واجبات الزوجة خدمة زوجها في تنظيف البيت وغسله وما إلى ذلك؟ وما الحكم الشرعي فيه وما الحكم الشرعي إذا رفضت أن يطلقها؟ هل له في ذلك حق؟ وهل من حقوق الزوج الشرعية تنظيف وغسل المنزل؟ على كل هذه من المسائل التي تعود إلى الأعراف. نعم. تعود إلى الأعراف. هنالك مجتمعات يقوم العرف فيها أن المرأة تخدم. نعم. ويدخل ذلك في المعروف، لأن الله تبارك وتعالى يقول يعني وأمر بالعرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مطالب أن يأمر الناس بأعرافهم الطيبة الجميلة. نعم. لكن أحيانا بعض المجتمعات ليس من أعرافها أن المرأة تخدم، ولذلك سنلاحظ بأننا عندما ندرس مثلا فقه الأسرة في المذاهب الفقهية الإسلامية ستلاحظ بعضهم يوجب عليها الخدمة المنزلية، وبعضهم الآخر لا يوجب عليها الخدمة المنزلية. فمثلا الحنابلة ستلاحظ بأنهم مثلا لا يوجبون مثلا على المرأة أن تخدم، ولكن عموما نقول ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا مما يدخل يعني خدمة المرأة لبيتها، مساعدتها لزوجها، وخاصة عندما لا يكون للزوج القدرة على أن يعمل لها خادم أو يعمل لها أو يكون له القدرة على مساعدتها ومعاونتها، فإننا هنا نقول لا بد من أن نعتبر بالأعراف، وأن نعتبر بالفضل والإحسان، وأن لا تقوم الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة على نوع من المناكفات، بأنه والله تسمع شيخ من الشيوخ يقول لها بأنه لا يجب عليك فتنسى وكأن الحياة الزوجية هي كلها واجب ومحرم. لا، الحياة الزوجية تقوم على كثير من الأشياء اللي هي تدخل في العرف وتدخل في الإحسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أقام الحياة الزوجية بالمعروف، وأقام الفراق بين الزوجين بالإحسان. يعني لاحظ لما يفترقوا أمرهم بالإحسان، لما يتعايشوا أمرهم بالمعروف. ومن المعروف أن المرأة تسعى في معاونة زوجها ومساعدته بغض النظر يجب عليها ذلك أو لا يجب. ولكن أيضا نقول إذا كان الرجل قادرا على أن عنده الإمكانات المالية وعنده القدرة المالية، والمرأة مثلا كثر أبناؤها وتعددت مشاغلها في البيت، فإذا طلبت منه مثلا وهو مقتدر، هنا أيضا ليس من حقه أن يجبرها، لأن فعلا قضية الوجوب وإلزام المرأة بهذا النوع من الخدمة قد لا يكون واجبا عليها. نعم. سؤال نختم فيه شيخنا الفاضل، يقول هذا السائل: هل لا حرج في إطعام الناس في القبور؟ إطعام الناس في القبور. نعم. على كل مما يعرف في الشريعة بشكل عام هو قضية سد الذرائع. القبور أمرنا أن نزورها، أمرنا أن نسلم على الناس فيها، على الموتى فيها، أمرنا أن ندعو لهم الله تبارك وتعالى. لكن مسألة إقامة الولائم وإقامة الأكل والشرب عموما في مواطن القبور ليس من الأشياء المفضلة ولم يثبت على كل هذا النوع حتى نقول به. شاكر لكم شيخنا.
الفاضل. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر معكم أو باسمكم الدكتور حسن سلمان على ما قدم. شاكرين لك دكتور حسن، وإلى لقاء قريب في نفس الموعد من كل أسبوع. ترقبونا للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين.